شخصيات كتير في مختلف المجالات التاريخ اتكلم عنهم، والشيء المشترك ما بينهم هو إن كلهم سابوا بصمة في الحياة. لكن السؤال هنا، عمرك فكرت تعمل إيه علشان اسمك يتكتب جنبهم؟ غالب الظن إن دي مهمة صعبة جدا، خاصة لو ما بتملكش مهارة عالية في الفيزياء والكيمياء والطب، ولا كنت فنان أو مخترع مثلا. لكن اللي ما تعرفوش إن الموضوع في غاية البساطة، كل اللي محتاجه شوية رحمة وطيبة قلب. وخليني أحكي لك حدوتة. بيحكي كاتب أمريكي إنه كان من عيلة فقيرة جدا، وكان قدام بيته محل حلويات كبير. كان دايما يقف يراقب الزباين وهم داخلين يشتروا حلويات من اللي نفسه يدوقها، لحد ما في يوم قرر بمنتهى البراءة يدخل المحل وشاور على كل اللي نفسه فيه بقلب جامد. لكن صاحب المحل قال إنه ما يبقاش معاه فلوس لكل اللي طلبه. ولما جه وقت الحساب مد الطفل إيده في جيبه وخرج كبشة بونبوني، وبنظرة بريئة سأل صاحب المحل: دول كفاية؟ ابتسم صاحب المحل وقال له: دول كتير، انت كمان ليك باقي معايا. وبابتسامة ناوله الفلوس وكيس الحلويات. مشي الطفل وهو سعيد جدا بنجاح الصفقة. لكن القصة ما انتهتش هنا. بعد سنين الطفل كبر وبقى شاب مسؤول، وقرر وقتها يفتح محل لبيع أسماك الزينة، حط فيه كل شيء بيملكه تقريبا. وجه يوم الافتتاح اتكرر نفس المشهد تاني. دخل طفل وشاور على أسماك كتير، وفي المقابل دفع كبشة بونبوني. والتاني مرة تنجح الصفقة. وقتها علق الكاتب وقال: النهاردة بس سددت دين قديم. وانتهت الحدوتة. الملهم في القصة دي إن الأثر عاش سنين واتحفر في قلب صاحبه، ومش بس كده، ده كمان سابه يعيش في قلب غيره علشان الخير يدوم. الأثر مش بس بيعيش لكنه كمان بيورث. بعد سنين وسنين هتلاقي ثواب جايلك من حيث لا تدري. والأثر مش محتاج أكتر من رحمة باللي حواليك. انت تقدر تسيب أثر بكلمة أو ابتسامة، عطاء في ظاهره بسيط لكنه عميق جدا في أثره. وياما ناس فرقت الدنيا وسيرتها عايشة بينا، رموا في قلوب الناس بذرة، ومع الوقت كبرت وبقت شجرة كبيرة بيجنوا ثمارها من فوق 7 سما. وبكده تبقى سجلت اسمك كشخصية مؤثرة. صحيح مش كل الدنيا عرفتك، لكن يكفي انك أثرت في حياة اللي عرفوك، ونجحت في سبب من أهم أسباب وجودك في الحياة. يلا ابدأ من دلوقتي وسجل اسمك في التاريخ. أشوفكوا في حلقة جديدة.